تصريح المدير الرياضي الجديد لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي جاء على الشكل التالي: الرجاء ليس كنادي كباقي الأندية، إنه مؤسسة تحمل تاريخا وهوية قوية ميز جمهوره بشغف استثنائي. وبالمناسبة أوجه تحية صادقة لكل الجماهير التي تتابع مباريات الرجاء، ومن أجلهم أنا هنا أيضا أتيت بكل تواضع وطموح من أجل الرجاء، وسأضع كل مهاراتي وطاقتي في خدمة النادي. الرجاء تستحق أن تكون في القمة، وسنفعل كل شيء من أجل العودة. مشروع الرجاء على المدى القصير والمتوسط. الرجاء نادي عريق فاز بعديد الألقاب. على المدى القصير الهدف طبعا هو الفوز بالمباراة القادمة وبذل كل الجهود لتحقيق ذلك، ثم بطبيعة الحال العودة إلى منصة التتويجات بداية من لقب البطولة الوطنية. أما على المدى المتوسط يمكننا بلوغ ذلك أيضا. اللاعبون المغاربة لاعبون تقنيون بل شديدو المهارة، وهذا يتماشى مع كرة القدم المغربية، وكذلك هي فلسفة الرجاء. يجب أن نضيف العزيمة والرغبة. أعتقد أن علينا التمسك بهدف الفوز والتحلي بالإصرار. المهارة مهمة جدا كذلك، لكن المهارة الذهنية لا تقل أهمية عنها.